العربية نيوز. عنوان الحقيقة. ويعتبر شخصية كانت مؤثرة في الشعب المصري جامد جدا، شخصية مهمة. أنا عنه هو يعني كان نفسي يفضل عايش. احب اقول له يعني الله يرحمه، يعني هو فعلا افاد مصر فعلا وخلاها تطلع يعني كده وبقى ليها صيت في العالم. أقول له وفاة أحمد زويل نكبة على الأمة العربية والعالم كله، إنه هو الوحيد اللي اخترع الحاجة دي في الكيمياء، ولم يتمالك الشعب كله أو العالم كله أن يصل إلى ما وصل إليه أحمد زويل. اقول له احنا خسرنا حاجه كبيره قوي في بلدنا بجد، مش هتتعوض تاني، يعني الحاجه دي مش هتتعوض تاني. مفيش اصلا حد زيه يعني تاني في مصر. هي دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتشرفنا بره وجوه مصر. احب اقول له ربنا يرحمه ويا رب يجي غيره، يعني عشان احنا عايزين غيره. خسرنا قامة كبيرة في البلد، خسرنا علم من أعلام البلد، يعني لون حاجة كبيرة كنا بنفتخر بيها وما زلنا بنفتخر بيها، بس كانت في الجاي هتزيدنا، بتزيد المصريين. لما راجل زي ده يرفع اسم علم مصر في كل الدول تقول عليه، ده شرف ليا، شرف ليا وانا بره مصر. انا بشتغل بره مصر كتير، شرف ليا وانا بره مصر اقول انا مصري. والله احنا يعني كلنا زعلانين جدا واتفاجئنا، بس طبعا هو مش هيغنى عن ربنا يرحمه، بس فقدناه طبعا، كلنا افتقدناه وما اعتقدش هيجي حد تاني بسهوله غيره. أقول له نم قليل العين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لك الرحمة، ثم نوجه الأنظار إلى طلاب كلية العلوم أن يتجهوا وأن يأخذوا حذره كما كان يعمل. ربنا يرحمه طبعا، فقدنا قيمة كبيرة يعني، بس أنا بقول إن هو هيفضل عايش. راجل أبحاثه عالميا موجودة يعني، هو رحل عننا بس لسه موجود وهيفضل موجود، يعني طول ما الدنيا مستمرة اسمه يفضل موجود.